ازيكم؟ تعالوا بقى اديكوا خلاصة تجارب السنين في الفراخ المشوية. جربت تتبيلات كتير جدا. التتبيلة دي انا بقالي سنتين ما بعملش، اللي هي بجد تحفة تحفة، حاجة كده يعني مش ممكن ما بستطعمش بتاعت بره خلاص كده. بتاعت البيت بالطريقة دي وهم بجد. يعني انا بقولها لكم عن ثقة، يعني ان شاء الله لما تجربوها هتدعوا لي عليها. بصوا بقى، يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بالتوابل بتاعتنا. انا كتبتها فوق علشان لو حاجه فاتتكم مكتوبه قدامكم اهي، واسيبها شويه عشان تلحقوا تشوفوها كويس. عندنا التوابل: ملح، فلفل اسود، زعتر، روزماري، حبهان، ورق لوري، بابريكا، كزبره ناشفه، كمون. بهارات بقى مشاوي، اللي هي الباربيكيو، او عندنا بهارات لحمه، 7 بهارات اللي انتوا عايزينه بتفضلوا. المهم يبقى ايه، اي نوع بهارات عندك حطيه، بيدي طعم حلو جدا. واساسي بقى معانا الخضار بتاعنا: طماطميه واحده صغيره، بصلايه كبيره كده او بصلتين متوسطين زي دول كده، وواحد فلفل، وعصير ليمون. انا الليمونه دي حطيتها، وعصرت كمان ليمونه، يعني انا حطيت ليمونتين كبار. الليمون بيدي طعم جميل جدا في الفراخ المشويه. ولو عندك لبن او زبادي حطي شويه، يعني انا هحط بس مش دي الفنجان بتاع القهوه ده، احط نصه يعني، مش هحط كله، بس ده اللي انا حطيته في الخلاط. وابدا احط بقى الخضار والتوابل بتاعتي. والتتبيله بتاعتي يفضل نعملها قبلها بيوم، علشان الفراخ بتاعتي يبقى متبله حلو قوي، فيبقى الطعم بتاعها مظبوط كده ومتبهر حلو جدا. بس لو انتي بقى مستعجله وعملتيها في نفس اليوم، يعني يا ريت بس حتى ساعتين، بس طبعا مش هتبقى طعمها حلو زي اللي بايته فيها التتبيله. وبنحط كمان معلقتين خل ومعلقتين زيت كمان. وبنزود بقى ميه بس مش كتير، علشان ايه، انا عايزه عندي خليط يبقى تقيل شويه، يعني احنا بس بنزودهم عشان الخليط ده يتضرب ويدينا سائل تقيل كده شويه. بس انا طبعا يعني لو انت مش كل الحاجات دي موجوده، يعني انت ممكن يكون عندك التوابل الاساسيه بس، يعني ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، شويه شطه، حطيهم مع الخضار وهيطلع طعمه جميل برضو. بس كتري الليمون كده، ليمونتين كبار. ولو عندك زبادي او لبن ويطلع برضو جميل جدا يعني. بس التوابل دي لو هي كلها موجوده، النتيجه جميله جدا ان شاء الله. بعد كده بقى ضربت ده كله في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بقى ايه، يعني ايه، كنت نسيت احط الزيت والخل، فزودت الزيت والخل. وعندي بقى الفرخايه الصغيره بتاعتي دي، اروح ايه بقى ايه، فتحها من النص من عند الصدر كده. انا عايزه اعملها كلها مفتوحه كده على بعضها، مش عايزه اقطعها من بعض. بنفتحها بقى كده زي ما انتم شايفين، بنقسم الصدر كده بالنص، بنفتحها كلها. وبعدين يعني في برضو قبل التتبيل احنا بننقع بقى في محلول نقع كده، في ميه عليها معلقه سكر، معلقه ملح، معلقتين خل كده، وعصير ليمونه. وبتسيبيها فيها ايه، ساعه كده ولا ساعتين، بتشيلك اي زفاره، يعني مفيش زفاره خالص. وبتلاقي اللحم نفسه بقى طري جدا، وبتشرب التتبيله احسن كمان. تيجي في التسوية ما تلاقيش فيه دم خالص. بعد كده بقى جبت ايد الهون بقى واديتها علقة محترمة كده، عايزة اكسر العظم ده. بنفضل بقى نخبطه بس شوية كده، انا عايزاه يبقى ايه، يعني تتساوى كده، يبقى مفتوحة كده ومفروضة كويس. وبالسكينة بقى بعمل فتحات عشان ادخل فيها التتبيلة فتشرب التتبيلة، وبالذات الصدر طبعا، لان لحم الصدر يعني ايه، مش بيبقى يعني بيبقى تخين شويه، فالتتبيله مش توصله، هتلاقيه بقى طعمه مش حلو كده، مش داخل في التتبيله. لازم تعملي فيه فتحات عشان تدخل فيه التتبيله، بيبقى بقى تحفه. يعني انا واحده من الناس بحب الوراك، ما بحبش الصدور. بس في الفراخ المشويه بقى بالذات بحب فيها الصدور، بفتح فيها فتحات كده فبتشرب التتبيله، بيبقى طعمها حلو جدا. وزي ما انتم شايفين بقى بحط على التتبيله بتاعتي، واحاول ادخلها في الفتحات اللي انا عاملاها بالسكينه. وبدخلها التلاجة بقى بيتها ليلة، وبعد كده ادخلها بقى الفرن. وبحط تحتها، انا بحطها على الشبكة بتاعة الفرن، وتحتها صينية فيها مية، بحيث ان ايه، مية مغلية يعني، بحيث ان ايه البخار بتاع المية بيخليها تفضل طرية وحلوة. تاخد حوالي ساعة، ساعة وربع، حسب كل واحد بقى والفرن بتاعه. متنسوش بقى اللايك يا جماعة.